انا في 7 شهور ما فوتش ولا تمرين جيم، عملت فلوس اونلاين، وكمان جالي 1000 متابع على اليوتيوب. وانا هقول لك ازاي الاستمراريه خلتني اوصل لكل الكلام ده وانا لسه عندي 18 سنه ولسه في المدرسه. انا كنت دايما انام مش عارف انا المفروض اعمل ايه. مثلا انا كنت المفروض اذاكر بكره، اقول لنفسي ذاكر، بس مش عارف اذاكر ايه بالظبط. مثلا كنت المفروض اذاكر كيمياء، وبعدين الكيمياء دي اكتر حاجه بكرهها، فعلا انا بكره الكيمياء، بس انا دلوقتي لازم اعمل ايه؟ ذاكر كذا في الكيمياء، واعمل سؤال كذا كذا كذا. انا لازم اعمل مع نفسي كده. فاول حاجه تعملها ايه؟ تعمل تو دو ليست. وانا بعملها لغايه دلوقتي، يعني لازم كل يوم اعمل تو دو ليست اللي هي بتساعدني انا عارف اعمل ايه بالظبط اليوم ده. صلي، كيمياء اهو زي ما انت شايف، كيمستري. لازم ابقى عارف انا المفروض اعمل ايه بالظبط عشان ابقى مستمر. لو انا مش عارف انا المفروض اعمل ايه، عمري ما بقى عندي استمراريه. وتاني حاجه، انا ما كنتش فاهم ان انا المفروض اعمل ساكرفايسنج، لازم اقول لا لحاجات كتير. انا مثلا ما ينفعش كنت اركز على اليوتيوب والبيزنس بتاعي والمدرسه، وكمان اخرج مع اصحابي، اسافر، اروح اهزر من هنا ومش عارف ايه، اكل غلط عشان ما اعرفش اذاكر كويس. حاجات كنت لازم اعملها ساكرفايسنج. فتاني نقطه، لازم تتعلم ازاي تعمل ساكرفايس. تقول لا لحاجات كتير، تقول لا للصحاب، تقول لا مثلا لما عيلتك انا عايز اشوفك، لا لازم تقول لهم لا عشان تركز على اهدافك ويبقى عندك استمراريه. ثالث حاجه، الناس هتحاول توقفك، الناس هتحاول تجرك من حته لحته، زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت، الناس هتحاول تشدك، تعالى اخرج معانا، تعالى مش عارف ايه. بس انت عشان يبقى عندك استمراريه لازم تقول لا، لازم تعرف ان الناس هتحاول تشدك. فخلي الناس يعني ما تخليش الناس هي تقيد حياتك، تبقى عندها كنترول على حياتك. رابع حاجه، حاجه غريبه بس انت 99% من الوقت مش هتبقى حاسس ان انت تعمل الفيديو. انا الفيديو ده ما كنتش عايز اعمله، يعني كنت حاسس ان انا تعبان النهارده مش عارف ايه، بس لازم اعمله. انت عشان يبقى عندك استمراريه لازم تفهم الكونسيبت ده. انت you will not feel like it you will not feel like it مستحيل ان انت 100% وقت هيبقى عندك موتيفيشن ان انت تعمل كل حاجه. خامس حاجه، الناس بتصعبها على نفسها. انا مثلا انا بحب الكاجوال جدا، تمام؟ انا لو قدامي كاجو هاكله مهما كان، يعني حتى لو في دايت مش عارف ايه هاكله ومش مهم ابوظ الدايت. فلما اعمل ايه؟ مفيش كاجو في البيت، او بابايا بيخبيه عشان هو ياكله، عشان هو بابايا بيعرف يعني مثلا يسيطر على نفسه وياكل 3 كاجو في اليوم. انا لو كاجو قدامي هاكل 20 25 واحده، وهفضل اكمل عشان بحب الكاجو جدا. فالكاجو مش قدامي دلوقتي، فانا مش هاكل كاجو ولا ابوظ الدايت بتاعي. ومثلا انت مثلا عايز تذاكر، عايز تشتغل على البيزنس بتاعك، عايز تعمل فيديوهات، خلي الانفايرمنت بتاعك سهل. انا مثلا عامل السيت اب ده عشان اعمل فيديوهات، فمثلا خلاص اول لما ابقى عايز اعمل فيديو، سيت اب سهل، احط مش عارف الموبايل على الترايبود وبعدين البورد قدامي اعمل الفيديو. مش لسه اعمل الترايبود اجيب مش عارف ايه، لا خليها سهله، ما تصعبهاش على نفسك. سادس حاجه، الناس ما عندهاش روتين. انت مثلا تيجي من المدرسه تتفرج على اليوتيوب مش عارف ايه مش عارف ايه، الروتين ما عندكش روتين المفروض تعمله. انا عندي روتين، يعني مثلا الجيم بروح بعد المدرسه، مش في رمضان، بروح بعد المدرسه على طول، كل يوم، ما فيهاش كلام. انا متعود خلاص، جسمي اتعود وحياتي اتعودت، انا بعد المدرسه اروح الجيم، ففي روتين، فمتعود، حتى مش بفكر اصلا انا تعبان النهارده مش قادر، لا فما بقاش عندي استمراريه، لا خلاص بقى عندي روتين، عارف ان انا هروح الجيم بعد المدرسه، خلاص اروح الجيم. مش هتبقى صعب عليا ان انا ابقى عندي استمراريه. سابع حاجه، الناس لما بتحط هدف بتخلي الهدف كبير وما بتعرفش توصل له. ليه؟ عشان بتخلي يعني الهدف هو اللي المفروض تعمله، لا انا بعمل حاجه مختلفه، انا بخلي الاكشنز. مثلا عايز اوصل ل 2000 متابع على اخر السنه، مش هقول لنفسي كده وخلاص، لا انا بقول لنفسي انا محتاج اعمل من 2 ل 3 فيديوز كل اسبوع عشان اوصل لكده. فهو فعليا بقى الهدف، بقى الاكشنز هي الهدف بتاعي، فمش الهدف انا سيبني من الهدف، انا عارف ان اوصل للهدف لو انا عملت 1 2 3. تعمل حاجه، خلي اهدافك قدامك. دي اهدافي بتاعت 2025. اعمل فلوس، 2000 متابع، روح الجيم ومش عارف ايه، وبعدين خلص اي بي وروح سافر. مش هقول لك هسافر فين بصراحه، بس هي دي اهدافي، تمام؟ انا عارف اهدافي وكل يوم بعدي عليها، فهيبقى اكيد هيبقى عندي استمراريه، يعني هيبقى لازم يبقى عندي دم، انا بحب نفسي، فكل ما اشوف هدف هفكر نفسي انا لازم يبقى عندي استمراريه عشان اوصل لاهدافي. تاسع حاجه، ما تعدش الايام. انا عندي واحد صاحبي، عشان انا مثلا بتكلم عن تحسن من نفسي مش عارف ايه، فبيقول لي انا عندي مشكله مع العاده السريه، تمام؟ فهو بيقول لي، فانا بقول له بقى سؤال كده غريب شويه، انت بقالك كام يوم؟ فهو بيقول لي 5 ايام. وانا عارف اول لما حد يقول لي عدد الايام هو مثلا ما بيعملش العاده السريه، ده خلاص مش عارف يعمل، مش عارف يكمل. ليه؟ عشان انت تقول لي يوم، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، يعني شكلها غريب، يعني انت بتقول لدماغك انا مش عارف بعد الايام عشان انا خلاص مش عارف ايه، مش هستحمل نفسي. لا انت لو دماغك فاهمه انت مش هتعمل كده تاني، يعني زي دماغي عمري في حياتي ما اعمل كده، خلاص أنا دماغي فاهمه كده فمش هعمل كده. طبيعي يعني، مش هفضل انا اعد الايام 1 2 3 4 بقالي 5 ايام يا جماعه خلاص انا كده بطلت، لا
ما تعيدش الايام، خلي دماغك تفهم اللي انت لازم يبقى عندك استمراريه، كده كده انت مش هتعمل كده تاني. عاشر حاجه، اعمل جورنالينج. يعني ايه جورنالينج؟ انت تكتب افكارك. انا كل يوم كل يومين يجي لي حاله كده غريبه، ببقى مش قادر زي كل الناس، وانا مثلا في نص المذاكره ابقى تعبان مش عايز اعمل ايه، اعمل انا بذاكر ليه مش عارف ايه، اروح كاتب افكاري اهو. كل دي افكاري اللي انا بكتبها على مدار ده، مثلا دي بتاعت 2024، فبكتب افكاري في وقتها. وبعدين لما اكتب افكاري بعدين بعديها كده بحس ان انا كلير، ابقى اعرف دلوقتي ان انا اعرف اركز في المذاكره، ان انا افهم ان انا عندي اهداف، افكر نفسي باهدافي. هي زي برضو ان انت تفكر نفسك. فلما انت بتكتب كل افكارك انت فعليا هيبقى عندك كميه كلير، هتبقى دماغك كلير كده، هتعرف ان انت تركز ويبقى عندك استمراريه. فاعمل جورنالينج، دي ساعدتني من اكتر حاجات ساعدتني في حياتي، ان انا اكتب افكاري مثلا في وقت صعب، حلت كل مشاكل حياتي تقريبا. فانت لو عملت ال10 حاجات دول والله هيبقى عندك استمراريه 100%، عندك استمراريه. يعني افضل عيدهم زدهم، عشان ما كانش عندي استمراريه وصلت 1000 متابع، عامل فلوس اونلاين، لسه في المدرسه، وكمان ما فوتش وقت تمرين الجيم. فدي متاكد 100% هتساعدك. انت لو ما عندكش استمراريه انت ما بتعمل حاجه غلط، وما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي. لو عملت ال10 حاجات دول يبقى عندك استمراريه. ولو عايزني اساعدك 1 on 1، لينك ان الديسكربشن، وباي.